جارة السعودية لقيتها بتخبط عليا وبتقول لي ممكن تقبلي مني الهدية دي. خدت منها الشنطة وفتحتها ولقيت الهدية هدية، انما ايه، بفتح كده لقيتها ايه بقى، ملوحة صعيدي عجب. وانا بصراحة من عشاق الملوحة، وبصراحة كان نفسي فيها وفرحت جدا بالهدية. جبت بقى الملوحة بتاعتي كده وبدأت انضفها وهخليها تماما من كل الشوك اللي موجود فيها. طبعا كلنا عارفين ان الملوحة نسبة الملح فيها عالي جدا، فلازم نعملها بطريقة كده ايه، نتخلص من الملوحة بتاعتها دي. جبت بقى معايا طبق كده وحطيت فيه معلقة من الطحينة، ونزلت عليها بشوية مية ايه دافية كده، وبدأت ان انا ادوب الطحينة، وهنزل عليها بعصرة ليمونة كاملة. ومش هحط اي ملح يا جماعة، لان احنا عارفين ان الملوحة مالحة جدا، فانا مش محتاجة ان انا اضيف ملح او اي حاجة. بعد كده هبدأ اقطع الملوحة بتاعتي قطع صغيرة كده واحطها في الطحينة بتاعتي. كمان بقى ايه، بعد ما اخلص كده هحط عليها بقى ايه رشه كده من البابريكا او الشطه زي ما انت حابه، لو انت حباها حراقه شويه. بعد كده بقى ايه، هحط ايه، هحط شويه طماطم وشويه خيار، وهنزل عليهم كمان بشويه زيت علشان اكون ظبطت الاكله تمام. وبكده بقى عندي سلطه ملوحه عجب، عايزه اقول لكم جميله جدا.